أشير هنا إلى نقاد وأدباء مهمين، وأهمهم غازي القصيبي في مطلع الخمسينات أو في منتصف الخمسينات. تجارب شعر غازي القصيبي مهمة جدا على الصعيد الشعري، وقد برز الشاعر غازي القصيبي في هذه المرحلة مع اشتعال الحركة الوطنية، لكنه فقط كان يكتب باسم مستعار، هو محمد العلي، وكان ينشر قصائدا الملتهبة في صحف البحرين ذلك الوقت، مثل الوطن وصوت البحرين والخميلة وبقية الصحف اللي كانت وقتها موجودة تحت هذا الاسم المستعار. وقد أشرت إلى ذلك في كتابي شعراء البحرين المعاصرون إلى هذه النقطة التي يجهلها أكثر النقاد. متى كشف غازي عن اسمه؟ هو لم يكشف حقيقة عن اسمه، ولكن البحث في المضان والمراجع استطعت من خلال ذلك أن أكشف عن هذا الاسم وأن أربط بغازي القصيبي، لكن أفادني كثيرا بعد هذه المضان والتأملات في الأسلوب. أفادني كثير ووضع النقاط على الحروف الأستاذ علي سيار عندما كتب مقالة، لأنه كان رئيس تحرير بعض الجرائد التي كانت تنشر كالوطن، فكان يعرف، فكتب مرة واحدة يكشف هذا السر، فتحقق لي هذا الأمر